حاجة كمان مهمة وبتعجب ناس كتير لما بتسمع عنها وهي الدروب شيبينج، ان يكون عندك متجر الكتروني. بس الاختلاف هنا ان انت مش محتاج يكون عندك منتج ولا حتى مكان تخزن فيه، ده انت تقدر كمان تختار البلد او السوق اللي انت عايز تبيع فيها. انت هنا بتختار اي منتج يعجبك وتبيعه برضه في اي مكان يعجبك. اول حاجة انت بتنشئ الستور بتاعك على اي منصة، واشهرهم طبعا شوبيفاي، وتعرض عليه منتجات مش بتاعتك. بتجيبها من علي بابا او علي اكسبريس مثلا، وتسوق انت للمنتجات دي، وتعمل اعلانات توصلها للعميل اللي انت تستهدفه في اي بلد. العميل لما بيشتري منك انت، وانت بتحول الفلوس دي للمورد اللي عنده المنتج بشكل فعلي، وهو بيشحن ويوصل المنتج للعميل بتاعك باسمك وباللوجو بتاعك كمان. اشهر السبلايرز اللي ممكن تاخد من عندهم منتجات زي ما قلنا هم علي بابا وعلي اكسبريس. ده حتى ان علي بابا عمل موقع اسمه سي جي دروب شيبينج، وعمل ليه مستودعات في امريكا عشان يسهل ويسرع عمليه الشحن. في تقرير صادر عن مجلة فوربس عن أهم مصادر الدخل السلبي أو الباسيف انكم سنة 2023، كان الدروب شوبينج هو رقم واحد فيها. حجم سوق التجارة الإلكترونية سنة 2020 حسب موقع statista.com كان حوالي 3.5 مليار دولار، مع معدل نمو متوقع 4.9 لحد عام 2025. كلام جميل. لو عايز تبدأ تعمل إيه؟ هتحتاج رأس مال منه جزء دولاري، يعني يكون عندك حد ائتمان دولاري في الفيزا بتاعتك. هتبني الستور بتاعك وتختار اسم وتشتري دومين نيم. هتختار منتجات تحطها على المتجر بتاعك، وممكن هنا تستعين بجوجل ترندز او تشوف ايه هي المنتجات البيست سيلر على امازون او علي اكسبريس مثلا، عشان تاخد منها افكار للمنتجات اللي ممكن تعرضها. شغلك هنا هيكون قايم على التسويق الالكتروني، فلازم تذاكر كويس وتفهم الدنيا هتمشي ازاي، عشان في عقبات كتير هتقابلك خاصة هنا في بلادنا العربية. حدد العميل بتاعك والجمهور اللي انت بتستهدفه في اي بلد، واعرف حجم الشريحه دي في السوق قد ايه وقوتهم الشرائيه وايه هي اولويات الصرف بتاعهم. فبقول لك تاني، اتعلم وذاكر كويس قبل ما تبدا عشان ما تخسرش فلوس كتير. وبرضه هقول لك ان اليوتيوب مليان فيديوهات كتيره ممكن تساعدك